السلام عليكم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. مرحبا بكم في الهلال اليوم. أحدث أخبار الزعيم هنا. اشتركوا وفعلوا الجرس وخلونا ندعم الهلال مع بعض. يلا نبدأ. الهلال يفقد ورقة مهمة في الدفاع. أكد الإعلامي عبد الرحمن أبا عود أن التعاقد مع المدافع الإسباني بابلو ماري كان خطأ من وجهة نظره، والذي انضم للهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من فيورنتينا الإيطالي. أشار أبا عود إلى أن اللاعب علي البليهي كان يتفوق على ماري قبل رحيله معارا إلى صفوف الشباب في الشتاء، ما يؤكد أن الزعيم خسر ورقة مهمة في خطه الخلفي في ظل تواضع مستويات الإسباني. يذكر أن الزعيم ضم ماري إلى صفوفه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع أفضلية التجديد لعام إضافي إذا اتفق الطرفان على هذه الخطوة عقب انتهاء الفترة الأولى. إقالة مدرب جديد في دوري روشن. على ذمة صحيفة عكاظ، قررت إدارة نادي الشباب إقالة الإسباني إيمانويل الغواسيل من منصبه كمدرب للفريق الأول لكرة القدم بعد تذبذب نتائج الليث الأبيض تحت قيادته هذا الموسم. أشارت الصحيفة إلى أن ملف المدرب البديل تم تجهيزه بشكل عاجل، إذ تعمل الإدارة على توقيع العقد معه خلال 48 ساعة القادمة، وذلك لضمان عدم فراغ القيادة الفنية. كما أوضحت أن الإدارة أنهت اتفاقها مع الجزائري نور الدين بن زكريا لتولي مهمة تدريب الفريق العاصمي بشكل رسمي، ليكون خلفا للغواسيل. بعد ارتباطه بالهلال، مسؤول الاتحاد الأجنبي مستمر مع الفريق. أفادت تقارير صحفية بأن الإسباني رامون بلانيس سيواصل عمله كمدير رياضي رفقة فريق الاتحاد خلال الفترة القادمة، نافية الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن إمكانية رحيله لتولي ذات المنصب مع المنتخب السعودي أو نادي الهلال. يأتي هذا التوضيع ليضع حدا للشائعات التي انتشرت حول بلانيس في الأيام الماضية، حيث أكدت التقارير استمرار الاستقرار الإداري داخل فريق الاتحاد الذي يبحث عن ذلك لضمان تصحيح مساره ومواصلة السعي نحو البطولات بعيدا عن أي أمور خارجية قد تشتت تركيزه داخل الملعب. مفاجأة حول نونيز مع الهلال. حسم نادي الهلال مصير اللاعب الأورجواياني داروين نونيز، حيث قرر الزعيم تسجيله في قائمة الفريق الأول لكرة القدم ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة فقط، وإسقاطه من القائمة المحلية. في حال وصول الزعيم للمباراة النهائية، سيكون أمام نونيز 5 مباريات متبقية فقط ليشارك مع الهلال هذا الموسم 2025-2026، بعد أن أصبح دوره محصورا فقط على مباريات البطولة الآسيوية. عاجل. الهلال يعلن رسميا تجديد عقد السنغالي خليدو كوليبالي. أعلن نادي الهلال تجديد التعاقد مع خليدو كوليبالي مدافع الفريق ليستمر ضمن صفوف الزعيم خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بتمديد العقد. ونشر الهلال بيانا رسميا عبر حسابه على منصة إكس أكد فيه تجديد عقد كوليبالي لمدة موسم واحد عقب التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن جميع البنود المالية والتعاقدية، بما يضمن استمراره مع الفريق. ويأتي استمرار كوليبالي بناء على رغبة المدير الفني سيميوني إنزاغي في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب خلال الفترة الأخيرة ودوره المهم في تعزيز المنظومة الدفاعية. إصابة ثيو هرنانديز قبل مباراة الهلال ضد الاتفاق. تعرض الفرنسي ثيو هرنانديز ظهير أيسر الهلال إلى إصابة أبعدته عن خوض تدريبات الفريق اليوم، وبات ثيو هرنانديز خارج قائمة الهلال لمباراة الاتفاق المقرر لها غدا الجمعة في الجولة 22 من دوري روشن السعودي. وتعرض ثيو لإصابة في مفصل القدم، ولكنه لم يخضع لفحص طبي حتى الآن. ومن المقرر أن يشارك متعب الحربي في قيادة الجبهة اليسرى لفريق الهلال في مواجهة الاتفاق. تشكيل الهلال المتوقع في مواجهة الاتفاق:
استقر الإيطالي سيميوني إنزاغي مدرب الهلال على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الاتفاق في دوري روشن السعودي، ويستقبل الهلال فريق الاتفاق مساء الجمعة في لقاء الجولة 22 من دوري روشن السعودي. وجاء تشكيل الهلال المتوقع ضد الاتفاق على النحو التالي: حراسة المرمى ياسين بونو، خط الدفاع حمد اليامي، خليد كوليبالي، حسان تنبكتي، متعب الحربي، خط الوسط روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، ناصر الدوسري، خط الهجوم مالكوم فيليب، سالم الدوسري، كريم بنزيما. ملف فابينيو على طاولة الاتحاد. لا يزال ملف اللاعب البرازيلي فابينيو تافاريز ضمن أولويات إدارة نادي الاتحاد هذا الموسم، حيث لم يتم حسم موقفه بعد بخصوص بقائه أو رحيله عن صفوف العميد خلال الفترة القادمة. وفقا لتقارير صحفية، الملف ما زال على طاولة الإدارة الاتحادية التي ستتخذ القرار النهائي بشأن تجديد عقد اللاعب البرازيلي أو السماح له بالرحيل بنهاية الموسم الكروي الجاري. هذا التأجيل يعكس حرص الإدارة على دراسة كافة الخيارات بعناية قبل اتخاذ أي خطوة، سواء من الناحية الفنية للفريق أو من الجانب المالي والتعاقدي، وذلك بعد المفاوضات التي ستجري بين الطرفين. سيطرة اتحادية، التشكيلة المثالية للجولة 17 من دوري أبطال آسيا. شهدت التشكيلة المثالية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة تواجد 4 لاعبين من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد الأداء المميز لهؤلاء النجوم في الجولة 7، وهم كما يلي: حسام عوار الاتحاد، روجر فرنانديز الاتحاد، دانييلو بيريرا الاتحاد، ماتيو باتوي الهلال. اللحظة الأخيرة تغير مصير ليوناردو مع الهلال. توصل نادي الهلال إلى اتفاق مع أتلتيكو مدريد بشأن بيع عقد البرازيلي ماركوس ليوناردو، إلا أن اللاعب تراجع عن قراره في اللحظات الأخيرة من فترة التسجيل بحسب ما ذكرته مصادر إعلامية. دفع قرار ليوناردو إدارة الهلال إلى الإبقاء على خدماته ضمن صفوف الفريق وتسجيله في قائمة الزعيم لخوض المنافسات المحلية المتبقية من الموسم الحالي، وذلك بدلاً من اللاعب الأوروغواياني داروين نونيز. الهلال يستعيد لاعبه أمام الاتفاق. يعود اللاعب السعودي حسان تنبكتي للمشاركة مع فريقه الهلال في مواجهة الاتفاق المرتقبة يوم الجمعة بعد غيابه عن مباراة الأخدود التي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة 6-0 بسبب تراكم البطاقات الصفراء. تقام المباراة على أرضية ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي، ما يمنح الفريق فرصة لتعزيز صفوفه والاستفادة من عودة تنبكتي. إنزاغي يستبعد لاعب الهلال من مباراة الاتفاق في دوري روشن. يستبعد سيميوني إنزاغي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من مباراة الاتفاق في اللقاء الذي يجمع الفريقين. وقرر سيميوني إنزاغي المدير الفني لنادي الهلال استبعاد لاعب الفريق ماركوس ليوناردو من مباراة الاتفاق، وذلك بسبب التدريب الانفرادي خلال الفترة الحالية واستبعاده من المشاركة في المباريات. وقام مسؤولو نادي الهلال بتسجيل ماركوس ليوناردو في القائمة المحلية، وذلك بعد رفع اسم داروين نونيز من القائمة المحلية خلال الفترة الماضية وتسجيل اللاعب في القائمة الآسيوية. رابطة دوري روشن ترد: هل تم الجلوس مع كريستيانو رونالدو لمعرفة سبب غيابه؟ كشف عمر بترجي مدير الاتصال المؤسسي والإعلام في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن حقيقة جلوسهم مع النجم البرتغالي بصفوف النصر كريستيانو رونالدو لمعرفة السبب الرئيسي لغيابه. وقال مدير الاتصال المؤسسي والإعلام في رابطة الدوري السعودي للمحترفين في تصريحات لبرنامج في 90 مساء أمس: العلاقة بين اللاعب وناديه، وهذا شأن للنادي ولا نصرح بلسان النادي. وأتم بترجي تصريحاته بقوله: وجود لاعب مثل رونالدو في الدوري أمر خدم المشروع، ودوره كان كبيرا، وهو لاعب ذو قيمة عالمية، ولا أحد يستطيع أن ينكر قيمة اللاعب، ولكن في النهاية هذه علاقة بين اللاعب وناديه. يذكر أن اللاعب صاحب 41 عاما قد غاب عن المشاركة مع فريق النصر في آخر مباراتين بدوري روشن أمام الرياض والاتحاد، كما غاب عن مواجهة الفريق أمام أركداغ التركماني في دوري أبطال آسيا 2. إنزاغي: الاتفاق خصم صعب وجاهزون لمواجهته. أعلن المدير الفني لفريق الهلال سيموني إنزاغي جاهزية لاعبيه لمواجهة نظيرهم الاتفاق في الجولة المقبلة من دوري روشن.
قال إنزاغي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم بخصوص المباراة: جاهزون لمواجهة الاتفاق ونعرفه جيدا، فهو خصم صعب ولم يخسر سوى بمباراتين في آخر 14 مباراة له. وأتم مدرب الهلال تصريحاته بقوله: نتمنى تقديم مباراة كبيرة جدا أمام الاتفاق. أول تعليق من خالد كوليبالي بعد تجديد عقده مع الهلال. أبدى خالد كوليبالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سعادته بتجديد عقده مع الزعيم خلال الفترة الأخيرة، بعد إعلان النادي عن هذا الأمر خلال الساعات الأخيرة بصورة رسمية. وقال خالد كوليبالي في تصريحات عبر الحساب الرسمي للنادي: أنا سعيد جدا بتجديد عقدي حتى عام 2027. أتمنى أن أراكم في الملعب قريبا للفوز بالبطولات إن شاء الله. ونجح مسؤولو نادي الهلال في تجديد التعاقد مع خالد كوليبالي لمدة موسم بعد الوصول لاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية بناء على رغبة من جانب سيميوني إنزاغي المدير الفني للفريق. عاجل: رابط دوري روشن تكشف لأول مرة من تحمل تكاليف صفقة بنزيما للهلال. تحدث عمر بترجي مدير الاتصال المؤسسي والإعلامي في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن من تحمل صفقة انتقال كريم بنزيما إلى الهلال خلال نافذة الانتقالات الشتوية الماضية بصورة رسمية. وأكد عمر بترجي مدير الاتصال المؤسسي والإعلامي في رابطة الدوري السعودي في تصريحات عبر القنوات الرياضية السعودية: كامل عملية انتقال كريم بنزيما لم تكن ممولة من الاستقطاب، وتم تمويل الصفقة من موارد النادي. وانتقل كريم بنزيما لصفوف نادي الهلال خلال نافذة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة. تحركات قانونية لفسخ عقد نونيز وتوقعات بعقوبات قاسية على الهلال. فجر الإعلامي الرياضي فيصل القيران مفاجأة مدوية بعدما كشف عن تطورات خطيرة تخص أحد محترفي نادي الهلال، مشيرا إلى احتمالية تصعيد القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح القيران عبر حسابه في منصة إكس أن مدير أعمال لاعب الهلال داروين نونيز قد يتجه إلى فسخ عقد موكله من طرف واحد على خلفية قيام إدارة النادي بتكرار سيناريو البرازيلي لودي من خلال تسجيل اللاعب في القائمة الآسيوية دون الحصول على موافقته. وبحسب التفاصيل المتداولة فإن اللاعب يعتزم التقدم بشكوى رسمية إلى فيفا مطالبا بالحصول على كامل قيمة عقده، والتي تقدر بنحو 70 بليون يورو، ما يزيد على 300 مليون ريال تقريبا، باعتبار أن الإجراء تم دون اتفاق مسبق معه. وأشار القيران إلى أن الشكوى المرتقبة لا قد تقتصر على المطالبة بالتعويض المالي فقط، بل قد تمتد للمطالبة بفرض عقوبة رياضية على الهلال تتضمن منع النادي من التسجيل لفترتي انتقال متتاليتين. وفي سياق متصل ذكر الإعلامي أن فيفا بصدد إعلان عقوبات مشددة على نادي الهلال، من بينها إيقاف فترتي تسجيل على خلفية شكوى سابقة تقدم بها لاعبه السابق لودي في قضية لا تزال أصداؤها مستمرة. وأكدت المصادر ذاتها أن إدارة الهلال قامت بالفعل بقيد اللاعب في القائمة الآسيوية فقط، وهو ما اعتبره محيط اللاعب إجراء مخالفا لرغبته وسببا مباشرا في تفاقم الأزمة الحالية. ما مصير عبد الرحمن العبود مع الاتحاد؟ أشار الإعلامي الرياضي عبد الله فلاته إلى آخر مستجدات اللاعب عبد الرحمن العبود مع ناديه الاتحاد في إطار متابعات العميد وتحضيرات لاعبيه، خاصة بعد أن غاب عن المشاركة مع الفريق خلال الآونة الأخيرة. أوضح فلاته أن العبود صاحب 30 عاما عاد مؤخرا إلى التدريبات الانفرادية تمهيدا للانضمام لاحقا إلى التدريبات الجماعية للفريق، مشيرا إلى أنه لم يشارك فيها حتى الآن. كما وجه فلاتة رسالة تحفيزية لمحب اللاعب، مؤكدا أنه يجب إيصال رسالة دعم للعبود بالاجتهاد والعمل الجاد لاستعادة مكانه في التشكيلة، مع التأكيد على أن دوره في الفريق يظل مهما وأساسيا. الاتحاد يجدد عقد لاعبه لموسم إضافي.
ذكرت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد نجحت في الاتفاق نهائيا مع لاعب الوسط البرتغالي دانيلو بيريرا لتجديد عقده الحالي لموسم إضافي واحد. أوضحت التقارير أن هذا الاتفاق جاء بعد أن كان اللاعب البرتغالي يفضل عقدا مع العميد يمتد لمدة موسمين، لكن الطرفين استقرا في النهاية على مدة لسنة واحدة فقط. في سياق آخر، قرر اللاعب البرازيلي فابينيو تافاريس استمرار مسيرته مع العميد حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يتم النظر لاحقا في إمكانية تجديد عقده، وذلك بعد تقييم الوضع من جانب الطرفين. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم تغطية شاملة لكل ما يخص الهلال. وقبل أن نودعكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه